عودة حكيم زياش، إشعال الآمال في ناديه غلطة سراي التركي. بعد فترة من الانتظار والترقب، يستعد حكيم زياش نجم نادي غلطة سراي التركي للعودة إلى أرض الملاعب بعد انتهاء مرحلة الاستشفاء من إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا. وهو الخبر الذي أثار فرحة الجماهير وإشعاعا إيجابيا في أروقة النادي التركي. منحت إدارة غلطة سراي زياش يومين للسفر إلى هولندا لإكمال مرحلة التعافي قبل أن يعود للانضمام إلى فريقه واستئناف التدريبات. وبحسب التقارير فإن المدرب أوكان بوروك ينوي إدراج زياش في قائمة مباراة الفريق المقبلة، مما يعزز الأمل في رؤية عودته للملاعب في القريب العاجل. تألق زياش في المباريات السابقة لغلطة سراي قبل إصابته، وكانت إسهاماته الفنية والتكتيكية